الفقر اللي انت تقول تحمد الله على الفقر والأنفس، المرض والثمرات، وبشر الصابرين. إذن عندك ان الفقر اللي هو نقص الأموال والمرض، هذه جاية في الآية على أنها إيش؟ ولنبلونكم. إذن هي نوع من إيش؟ من أنواع البلاء. والقاعدة الأساسية في البلاء أنه محبة. إذا أحب الله قوما ابتلاهم. وهنا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فأنا أحمد الله على القاعدة الأساسية اللي هي البلاء. إذن البلاء محبة، غير أن فيه بشرة ثانية، ألا وهي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمر المؤمن كله خير، إذا أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن هنا والله سبحانه وتعالى يقول: لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. غير أن الصبر، أن البلاء محبة، هناك على البلاء بشارة من الله سبحانه وتعالى. أتمنى أني أجبتك.